بسم الله الرحمن الرحيم. من العناصر الهامة والداعمة لمنظومة الشمول المالي ماكينات الصراف الآلي. وبالفعل الدولة المصرية وأجهزتها المختصة متمثلة في البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تعمل جاهدا على زيادة أعداد هذه الماكينات ورفع كفاءتها التشغيلية. وبالفعل وصل عدد الماكينات بنهاية يونيو 2025 إلى 25705 ماكينة، أي كل 100,000 من مستخدمي الماكينات بيخدمهم تقريبا 26.30% ماكينة. هذا المعدل ليس مرتفع وليس بالمنخفض، ولكن بالفعل محتاجين زيادة الدعم والجهود في الفترة الحالية نظرا لزيادة أهمية الماكينات بزيادة استخداماتها المتنوعة من سحب وإيداع وتحويلات وربط ودائع وشهادات واستبدال لعملات. والجهود في الفترة المقبلة مطلوب التركيز على ملف صيانات الماكينات ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة معدل الإتاحة وتخفيض معدل الأعطال وإعادة انتشار هذه الماكينات في المناطق النائية وخاصة القرى، مع العمل على زيادة عدد الماكينات ليتناسب مع عدد مستخدمي الكروت.